عن الخلد الصغير اللي بده يعرف مين عملها على راسه. بيوم من الأيام لما طلع الخلد الصغير راسه فوق الأرض ليشوف إذا الشمس كانت شرقت ولا لسه، صار هالشي. كانت مدورة وبنية وبتشبه لحد ما شكل النقانق، والشي الأسوأ اللي صار إنه وقعت مباشرة على راسه. صاح الخلد الصغير: لك شو هاد؟ مين عملها على راسي؟ بس لأنه نظره كان كتير ضعيف ما قدر يشوف مين. انتي اللي عملتيه على راسي؟ سأل الخلد الصغير الحمامة اللي طارت قدامه. أنا؟ لا، ليش؟ أنا بعملها هيك، ردت الحمامة، وبلاتس وقعت نقطة بيضة مبللة ونزلت على الأرض جنب الخلد الصغير، وتلوتت رجله اليمين كلها بتطريش أبيض. وراح الخلد الصغير يدور مين عملها على راسه. انت اللي عملتها على راسي؟ سأل الخلد الصغير الحصان اللي كان عم يمشي وياكل حشيش. أنا؟ لا، ليش؟ أنا بعملها هيك، رد الحصان. بلوف 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 وقعوا 5 بعرات كبار على الأرض. وكمل الخلد الصغير طريقه ليشوف مين اللي عمله على راسه. انت بقى اللي عملتها على راسي؟ سأل الخلد الصغير للأرنب. أنا؟ لا، ليش؟ أنا بعملها هيك، جاوب الأرنب. طاروا 15 حبة دحاحل حوالين أذنين الخلد الصغير، ويا دوب قدر ينط ويبعد بسرعة. راح كمل طريقه ليشوف مين اللي عمله على راسه. انتي اللي عملتيه على راسي؟ سأل الخلد الصغير للماعز، الماعز اللي كانت عم تصفن قدامه. أنا؟ لا، ليش؟ جاوبت الماعز. بلوك بلوك وقع كتير من كتل الحلو الملونة على العشب. الخلد الصغير شاف شكلهم، مو هدول، وكمل طريقه. انتي اللي عملتيه على راسي؟ سأل الخلد الصغير البقرة اللي كانت مشغولة باشترار العشب. أنا؟ لا، ليش؟ أنا بعملها هيك، جاوبت البقرة. وفلاتس نزلت قطعة كاسترد كبيرة لونها بني على أخضر على العشب جنب الخلد الصغير. الخلد انبسط إنه مو هو هذا الشي اللي نزل على راسه من شوي. أنت اللي عملتها على راسي؟ سأل الخلد الصغير الخنزير السمين. أنا؟ لا، ليش؟ أنا بعملها هيك، جاوب الخنزير. فلوبس وهنيك نزلت كومة بنية طرية على الأرض. كان ضروري إنه الخلد الصغير يسكر أنفه كتير منيح. إيوه، أنتو اللي كان بده يسأل الخلد الصغير من جديد، بس لما قرب أكتر شاف إنه مجرد دبانتين سمان وسود. أخيراً لقيت حدا يساعدني، فكر الخلد الصغير، فسألهم: بتقدروا تساعدوني وتعرفوا مين اللي عملها على راسي؟ جاوبوا الدبانتين: عود معنا هتا شوي بهدوء لنشوف. وبعد شوية فحص قالوا له ما ممكن يكون هالشي غير الكلب. أخيراً عرف الخلد الصغير مين اللي خري على راسه، الكلب الشرس تبع اللحام. تسلق الخلد الصغير بسرعة البرق على بيته للكلب، وهيك نزلت قطعة نقانق صغيرة سودا على راسه للكلب. برضا تام وهو مبسوط ومرتاح ضميره، اختفى الخلد الصغير من جديد بالتراب وراح ينام. إذا عجبتكم القصة لا تنسوا تدعموا القناة وتعملوا اشتراك.